في فيديو النهارده هنجرب طريقه جديده لعمل بلح الشام او الضطلي، وهي باختصار عباره عن ان احنا هنعمله بدون بيض. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج 3 كوبايات ميه، وهنضيف عليهم 3 معالق كبار سكر، 3 معالق كبار زيت، نص معلقه فانيليا، وهنقلب المكونات على نار متوسطه. واول ما الميه تبدا في الغليان هنضيف كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوبايه نشا، وهنقلب كويس. واول ما تبدا تتماسك معانا بالشكل ده هنرفعها من على النار، وهنستمر في التقليب لحد ما حرارتها تقل. وبعد ما حرارتها تبدا تقل هنعجنها على الرخامه، وهنعجن كويس لحد ما تبقى ناعمه معانا. وبعد ما العجينه لونها يفتح وتبقى ناعمه معانا بالشكل ده، ودلوقتي هناخد قطعه من العجينه ونبدا نحطها في كيس حلويات. هنحتاج صينيه ونبدا ندهنها بالزيت، وبعد ما ندهن الصينيه هنبدا ننزل عليها بلح الشام، وبعد ما نقطع باقي الكميه هنبدا دلوقتي في القلي. واول ما الزيت يسخن هنقول بسم الله ونبدا نقلي، واول ما يطفو بالشكل ده هنبدا نقلبه لحد ما ياخد لون ذهبي محمر. واول ما ياخد معانا لون ذهبي محمر بالشكل ده هنبدا نطلعه، وهنبدا ننزله في السيرب او الشربات. وكده بلح الشام اصبح جاهز على الاكل. وبص بسم الله ما شاء الله شكله بقى عامل ازاي.